بيقولوا عجائب الدنيا 7 ونسيوا ان امي اجمل حاجة في الدنيا. 7 مستحيلات عند كل ام. 1، لما تلاقي مامتك عامله اكل ما بتحبوش وتبص كده تلاقيها فجأة بتديك فلوس وبتقولك اطلب يا حبيبي اللي انت عايزه. 2، لما تكون قاعد زهقان وفجأة تلاقي مامتك بتقولك خد الفون يا حبيبي وتسلى بيه. 3، لما تكون رايح تصحي مامتك وتلاقيها ما اتخضتش. 4، لما تكون مامتك ما بتعرفش تنشف بالشبشب. 5، لما تكون مكسل تقوم وتروح المدرسة فأمك تقولك خلاص يا حبيبي كمل نوم وضغطك كويس. 6، لما تقول لمامتك على سر ما تقولوش لحد. 7، لما يكون الجو ساقع جامد وتقول لمامتك خلاص كده احنا شكلنا هنعمل عسل وتقولك لا هعمل لكم حلة محشي. يا سلام. 7 حاجات مامتك مخبياها عليك لازم تعرفها. 1، مامتك بتراقبك وانت نايم وبتبص عليك، وده بحقيقة مش فيلم. 2، مامتك اتخبطت واتلسعت واتعورت وهي بتعمل لك الأكل، وده كله ما همهاش، اللي همها ان الأكل يعجبك. 3، بنسبة 90% إعجاب قرايبك ليك واحترامهم ليك بسبب الكلام الحلو اللي مامتك بتقوله عليك من وراك. 4، مامتك عارفة انك بتحب حبيبتك أكتر منها، ومع ذلك مامتك بتحبك أكتر من حبيبتك. 5، مامتك عيطت بسببك كتير وانت ما شفتهاش ولا مرة وكنت فاكر ان محدش حاسس بيك. 6، مامتك بتديك كل اللي نفسها فيه وهي راضية وفرحانة. 7، مامتك مش مستنية مقابل لحبها ليك، اصلها بتحبك عشان بتحبك ومستعدة تعمل فوق كل ده 100 مرة وتفضل مخبية عليك. جايب الام 7. 1، القعدة مع مامتك نص ساعة بتساوي 6 جلسات عند الدكتور النفسي. 2، علميا الام بتصدر موجات لما انت بتحضنها بتخليك اكثر استقرارا واكثر تفكيرا وكمان بتعرف تندمج مع الناس اللي حواليك. 3، الام هي الكائن الوحيد اللي عنده جهاز استشعار بيتنبأ بالحاجات الوحشة اللي هتحصل، فعشان كده ما تعترضش لو مامتك قالت لك ما تنزلش النهارده. 4، علميا الام لو انت في اي مكان وجعك بس حطت ايديها عليه انت بتحس ان هو خف فعلا حتى لو ده مجرد احساس نفسي. 5، مامتك هي الوحيدة اللي ممكن تفديك بحياتها حتى لو الموضوع مش مستاهل. 6، دعاء مامتك قادر يغير مسار القدر ليك. 7، الأم الوحيدة اللي ما تقدرش تزيف مشاعرك قدامها حتى لو استخدمت 1000 خدعة، لأن ببساطة هي اللي فهماك وعارفاك. وفي النهاية حابين نقول لماما ولكل الأمهات كل سنة وانتم طيبين وبخير، وربنا يرحم كل أم رحلت عنا. نشوفكم في الفيديو الجاي. باي باي.